السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بينما أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهد سيزيف عن اتفاق مع لاعب الوسط في أومبيكليون حسام الأعور للانضمام إلى المنتخب الجزائري، الهجوم مضاد الفرنسي. وبحسب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جاهد زفيزيف، فقد اتخذ لاعبي الوسط في فريق أومبيكليون الفرنسي حسام أعور قراراً بتغيير جنسيته الرياضية من أجل تمثيل المنتخب الجزائري دولياً. وصرح أول رئيس لكرة القدم الجزائرية للقناة الثالثة صباح الجمعة: حسام أعور أعطانا موافقته على الانضمام إلى المنتخب الجزائري. علاوة على ذلك، بعد هذا الإعلان الذي سيحدث ضجة كبير في كل من الجزائر وفرنسا، صعد أنصار لبلوز إلى اللوحة عبر مختلف الشبكات اجتماعي. وكتب أحد مشجعي نوار أبطال العالم: لم يذهب إلى هناك بشكل افتراضي لأنه ليس لديه المستوى في المنتخب الفرنسي. قال مشجع آخر: لا أعتقد أنه اختيار، إنه مجرد مزعج للعب مع منتخب فرنسا. مع ذلك، هناك العديد من الفرنسيين الذين يتفقون مع اللاعب البالغ من 24 عاماً. رؤي ما يحدث مع الكرة الذهبية الفرنسي. إنه محق ألف مرة. إذا تمت إزالة كرة ذهبية من المنتخب الفرنسي، فتخيل ما سيكون عليه الحال بالنسبة للاعب الكاد جيد. هكذا غرد شوفيني آخر من المنتخب الفرنسي. إنه على حق، إذا لم يكن سيكون فرنسيا عندما يفوز والجزائري عندما يخسر، فأنا من مشجعي المنتخب الفرنسي، ولكن بشكل واقعي، بالإضافة إلى المنطقة المغاربي، ثقافة كرة قدم رائع. آمل أن أداء المغرب سيكون تستخدم في كرة الأقدم في شمال إفريقيا.